الغسالة غسلت المشاية زي ما انتوا شايفين، وخلاص مستنية الاند. طبعا هتقوليلي احنا ما غسلناش بطاطين. دي ما بتغسلش البطاطين، ال7 كيلو ما تغسلش بطاطين، وعاملاها على بروجرام 800 لفة، والسخان على 60 او 40. ما تزوديش عن كده عشان الهدوم عندك ما تتهريش. المفروض 40، انا عاملاها على 60 عشان دي مشاية من بتاعة الارض، ووارد يبقى فيها ترجيع، دلق عصير، بقع صعبة، فلازم كنت اشغل السخان. هتقولي لي ما بتنضفش الغسالة، هقولك استخدمي مسحوق فوق اوتوماتيك، اريال، برسيل، باهي. الاوتوماتيك او الفوق اوتوماتيك استخدميه. اوتوماتيك ما تجيبيش فوق اوتوماتيك. برسيل وبرسيل جل، اريال، باهي، الاوتوماتيك. اي حاجة تانية غير مسموح بيها. ودلوقتي انا منتظرة انها بدل رقم 1 هنا يتكتب اند، يعني خلصت. طبعا انا قافلة القفل بتاعي خلاص، قالت اند وديت الصفارة. انا اقدر وهي كده على الفيشة وهي محطوطة افتح الباب، وممكن لا. فانا امانا اعمل اول حاجة المؤشر. انا بعملها على 59 مش على الميكس، تمام. اعمل اوف. بصوا بقى بتبرق عشان غسلت صح. شايفين كأنها لسه مشترياها. غسلت صح، تابعت المية معاها. الغسالة دي مشكلتها بتحتاج مية كتير. انا ما عنديش موتور، انا بستخدم خزان كبير للمية، ولما بيكون المية جديدة بقوم غسلة. انا زي ما انا ما قلت لكم بستخدم ازايز مية، بملى لها ازايز مية بصراحة، تمام. كل ما تتبعيها في المية كل ما يبقى ودنك معاها، هتلاقي الغسالة بتنظف، هتلاقي الغسالة بتطلع الغسيل بجد مظبوط. ولا السؤال اللي جالي الغسالة بتقطع الهدوم، الغسالة بتقف مرة واحدة، الغسالة مش بتنظف، الغسالة بتيجي على برنامج معين والاقيها وقفت ستوب. كل دوت عشان انت ما بتتبع، يعني ما بتعمليش تتبع للمؤشر. المؤشر اما يديكي E03، E04، E02. كل دي رموز هقولك عليها في الفيديو الجاي. كل يوم هنزل لكم فيديو يشرح طريقة الغسالة الهوفر ال7 كيلو، وهقول لكم بعض الرموز في الحلقة الجاية، تمام. طول ما انتي ودنك مع الغسالة، اول ما تبقى عند 16 او 17 في العد هنا تقومي مزودة مية او فاتحة الموتور عندك لسحب المية، تمام. الغسالة هنا على فكرة لو انتي بره ممكن كمان تشغليها على الواي فاي، وده برنامج الويزرد. وده وانتي بره بتقدري تسيبي الغسالة شغالة وتتبعي من التليفون بتاعك وتدي اوردر الاوكي الاند لو الغسالة خلصت، او تشوفي مرحلة الغسيل او الشطف وصلت لحد فين. كل دوت انا شرحته في فيديو فين، تمام. والناس اللي بيقولوا لي رموز الغسالة والعطل والحاجات دي هعمل لكم فيديو تاني عن الغسالة بالرموز شرحا كاملا، تمام. في واحده برضو قالت لي الغساله ما بتنضفش. حضرتك الغساله ديت مش رايحه تجيبي لي غساله ب 16000 جنيه ولا ب 12000 جنيه تقومي حاطه لها مسحوق ب 8 جنيه ولا ب 10 جنيه، لا طبعا. الغسالات الاوتوماتيك على طول بتجيبي لها المسحوق الاساسي اللي هو برسيل او اريال، او انا بستخدم باهي بصراحه واريال، تمام. اللي تلاقيه عندك متاح هاتيه، ما تجيبليش مسحوق سايب وتقولي لي انا هحطه للاوتوماتيك. انت كده بتهدري غسالتك، انت كده بتضيعي الدنيا معاكي، فطبعا غير مستحب. وكمان بتهلكي الغساله معاكي بدري. نصيحه يا جماعه، اما تكون الحاجه غاليه ما استرخص في الماده بتاعتها، لا طبعا. واحده بتقول لي انا بحط فانيش، انا بحط كلور، الكلام ده مش محتاجه. انت هاتي المسحوق الصح وحطيه. انا ما بحطش طبعا هنا، انا بحط في الداخليه من باب الغساله. وطبعا نبهت عليكم قبل كده الهدوم الداخليه اللي بالنسبه للنساء، الهدوم الداخليه اي حاجه يا جماعه فيها ترتر، فيها سوست، فيها حاجات حاده حديديه، حضرتك هتجيبي الحاجه ديت في قلب فانيلا وتقومي حطاها وتقومي
برمى الفانيلا يا اما رابطه الفانيلا ومدخلاها الغساله، وهتنضف. وحطي مسحوقك وحطي ميتك وكل حاجه، وكل حاجه هتنضف معاكي مفيش اي مشكله. لكن ما تجيبليش حاجه حاده وتحطيها في بستله الغساله. بستله الغساله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، كبيره وحلوه ونظيفه. يعني بصي ما ترهقيش غسالتك على الفاضي. انا زي ما قلت لك اهو، الناس اللي بيقولوا ما بتنضفش، لا بتنضف، وبقى لها معايا 3 سنين اقسم بالله انا مهتمه بيها. بصي الحله بتاعتها يعني، بصوا انا حاطه كمان مشايه تانية بتاعه المطبخ، والمشايه دي يعني واخده معايا حاجتين. بصي طول ما انا شغاله فيها بسم الله ما شاء الله مفيش اي حاجه خالص، الحمد لله محافظه عليها تماما. بعمل لها دوره الخل بتاعتها والكلور ومظبطه الدنيا. اي حد يقولك حطي بيكربونات الصوديوم، حطي ملح ليمون، اوعي اوعي تعملي كده، اوعي. يعني بجد بجد يعني بيبقى بيدعي عليكي بالفشل. هي الغسالة الخل والكلور اذا احتاج الامر، تمام. ما تعمليش اكتر من كده. وطبعا طول ما انت بتنضفي الكاوتشها من جوه وبره بعد كل غسله، الغساله تتنضف كلها جوه وبره بعد كل غسله، هتعيش معاكي كويس. يعني الغساله بجد بسم الله ما شاء الله حلوه، وعايزه اللي يفهمها واحده واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نزلت لكم فيديو عن الغساله الهوفر وعملت لكم دوره غسيل فيه. تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض دوره غسيل المشايه بتاعه الارض. وقلت لكم هي بتاخد مشايه واحده بس علشان خاطر ديت 7 كيلو. هنحط المشايه بتاعتنا او الدفايه زي ما انت شايفه كده، وهنحط كوبايه بالظبط من الصغيره اللي هي بتاعه المسحوق ديت، واتاكد ان انا قافله الباب بتاعي كويس، واختار البروجرام. انا مش هختار الميكس طبعا، انا هختار ال59 تمام. وهتجيلي 1000 لفه على 60، لا انا هخليها 800 لفه لان ديت مشايه كبيره، فمش هينفع ان انا احطها على ال1000، هتبقى محمله قوي على الغساله. وادوس اوبن واتاكد ان الميه بتاعتي شغاله. وطول ما الغساله شغاله معايا لازم اسمع صوت الميه بتاعتها، الترومبه شغاله، محتاجه ميه ازودها ميه لو ما عندكيش موتور.